السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. شايفين المينو ميلتو الجميل ده عملته بطريقة سهلة وقناة بسيطة. شايفين ما شاء الله كله شوكولاتة ازاي، عن اللي بنشتريه من بره بيبقى فيها دوبك حتة شوكولاتة صغيرة جدا، ومورق وخفيف وهش، وطريقة سهلة جدا، ومكوناتها موجودة في البيت، وطلع ما شاء الله طلع جميل جدا، احلى من اللي بتشتريه من بره. والوقت قبل ما نقول على المقادير وطريقة التحضير، معاكم ماجدة عبد الرازق. وايه، يلا نبدأ. عندي هنا كوباية زبادي، بنفس كوباية الزبادي هعاير كوبايتين دقيق. وعندي هنا رشة ملح، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندي فانيليا. دي كل المكونات بس، ولا احتاجنا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص. اخدت كوباية الدقيق الاولانية حطيتها على الزبادي عشان اعبي الكوباية التانية. كده حطيت الكوباية التانية اهي، حطيت الكوباية التانية اهو. جربوه بصراحة هيعجبكم جدا. وعندي هنا البيكنج باودر، بصراحة عملته عجبني جدا وعجب كل اللي في البيت. بعد كده حطينا السكر والملح، وهنا هنزل بالفانيليا. هنعجن كله مع بعضه، مش هنضيف اي سوائل ولا اي حاجة خالص. يا دوبك هي كوباية الزبادي اللي انا حطيتها هي اللي بعجن بيها. بعد كده بقت عندي كورة اهي، شايفين ما شاء الله ملمسها ناعم ازاي وجميل. هسيبها ترتاح شوية، اغطيها واسيبها ترتاح شوية. اوكي. بعد كده هفرد دقيق على الرخامة او على الترابيزة. دقيق حلو يعني عشان ما تلزقش فيها. هفردها دايرة، ما تكونش رقيقة قوي ولا سميكة قوي. اوكي. بعد كده هقطعها 4 مربعات، او اقطعها 4 كده. بعد كده هقطع كل ربع مثلثات صغيرة. اوكي. لو انا عايزة كبير هقطع المثلث كبير، لو انا عايزاه صغير هقطع المثلث صغير. ممكن نحشيه بقى، وممكن نسيبها سادة كده من غير حشو. انا كده حشيتها شوكولاتة. جبت قطعة شوكولاتة وبلف اهو، بتني من الجنبين علشان الشوكولاتة ما تسحش وتطلع بره، وافردها زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. اوكي. طبعا طالع مورق وتحفة بصراحة والله، يعني بصراحة أول مرة أجربه تحفة. كده بعمل واحدة تانية عشان أوري حضراتكم. نقفل من الجناب على الشوكولاتة ونعمل. ممكن نستخدم شوكولاتة سايلة، زي مثلا نوتيلا أو أي حاجة شبه نوتيلا كده، أو ممكن نسيبها فاضية. ده الكمية ما شاء الله، شوفي عملت لي الكمية دي كلها. كوبايتين الدقيق وكوباية الزبادي عملوا لي الكمية دي كلها. بعد كده هجيب زيت، احط طاسة على النار فيها زيت، ولما يسخن الزيت هنزل بالميني مولتو وهدي عليه النار واقلبه. شايفين ما شاء الله شكله تحفة، مورق وجميل وهش، وبصراحة لذيذ جدا. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. يا رب يكون المولتو عجبكم. شايفين ما شاء الله شكله تحفة ازاي، والشوكولاتة ما طلعتش منه. اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.